الدرعية في منتصف الملعب، الدرعية الذي لا شك أيضا هو الآخر عند غيابات في هذه المباراة. إدريسا جانا، المحاولة لعبت عند منطقة الجزاء، مباراة سريعة من بدايتها، وصلت عند لابورد، والدرعية عند فرصة اللعب عرضية. الدرعية يسجل الهدف الأول، الدرعية الذي يعرف كيف يرسم التاريخ والذي يعرف بوابة التاريخ، هو يملك مفاتيح بوابة التاريخ ويسجل الهدف الأول ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه. هنا 1-0 للدرعية في انطلاقة شوط المباراة الأول، والعرضية التي تأتي في نهاية الأمر بالشباك مع الدرعية يعلن عن تقدم الأول في المباراة. الركلة الركنية للنصر إلى منطقة الجزاء، محاولة للعودة من جديد في المباراة، وصلت عند جواو فيليكس عد فيها، والمحاولة العرضية، النصر يعود ويفتح الباب مرة أخرى للعودة في المباراة وللوصول إلى دور ال16. النصر لا يتأخر عن التسجيل، هنا هدف التعادل. سيماكان يعيد النصر في المباراة، سيماكان درعهم في الدفاع وسيفهم في الهجوم، يسجل هدف التعادل. يمرر كرة في الطرف الأيمن، انطلاقة لكومان، رائع جدا في الانطلاقة. كومان يمررها بالأمام، حلوة الكرة إلى أنجيلو بعرضية، جواو فيليكس يسجل الهدف الثاني. النصر يأخذ خطواته إلى دور ال16 عبر جواو فيليكس وعبر خطوات الرائع، عبر خطوات الأنيق، عبر خطوات جواو فيليكس. النصر يسير بخطواته إلى دور ال16. هدف ثاني لجواو فيليكس اللي ساهم في صناعة الهدف الأول، ساهم في صناعة هدف التعادل، ينجح في تسجيل الهدف الثاني. قحطاني لعب كرة عادت للفريق النصراوي. كومان النصر يؤكد على قوته، مرت الكرة لعبد الله الحمدان، هدف ثالث. الله، النصر مرة أخرى يسجل الهدف الثالث، يؤكد على قوته، على تفوقه، يؤكد بأن الصدارة اللي استمرت معه في الدوري هي خانته، أن الانتصارات هو أسلوبه. حتى في مسابقة الكاس يأتي بكل قوته بل بكل روعته. النصر الذي يزحف هجوما في الأمام ويبحث عن هدف رابع، يؤكد فيه على تفوقه في مباراة الليلة. الكرة لعبت لجواو فيليكس، الله، أحلى من ينهي المباراة جواو فيليكس في هذه اللقطة. جواو فيليكس بهدف رابع، النصر في زحف هجومي يسجل رابع أهدافه بتسديدة جواو فيليكس في شباك الدرعية، إعلان عن تفوق كاسح للنصر في هذه المباراة.